بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيفاش تزيد اللياقه البدنيه ديالك بالحبل، وشنو هي الفوائد ديالو. كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش بان الحبل التمرين مهم بزاف، وكيخدموا كاع الرياضيين سواء ملاكم سواء لاعب كره حتى السباح. يعني تقريبا في كل الرياضات الحبل عنده واحد الدور كبير. علاش مهم؟ اول حاجه كيقوي الدوره الدمويه ديالك، يعني كيخلي القلب ديالك يخدم مزيان والدم كيدور في الجسم كامل. ثاني حاجه كيحرق السعرات الحراريه بطريقه كبيره، يعني الا درتي 30 دقيقه ديال الحبل راه بحال لا ترينيتي ساعه ولا حتى ساعه ونص ديال اجري. وهذا الشيء كيعني الا باغي تنقص الوزن ديالك فالحبل هو افضل خيار. ثالث حاجه الحبل كيخدم الجسم كامل ماشي غير رجلين، كيدخل حتى اليدين لي زابدو وحتى التركيز ديالك. يعني التمرين واحد ولكن فيه بزاف ديال الفوائد. ومن الحوايج المهمين هو انه كيخلي رجلك فليكسيبل، العضلات كتبقى خفيفه ما كيوقعلكش كلاكاج، وكيعاونك بزاف باش تبعد من الاصابه. وزيد عليها كيخليك ديما في لياقه بدنيه طالع، يعني ما تحتاجش تبقى تجري ديما ولا دير التمارين بزاف. الحبل بوحدو قادر يحافظ على الجسم ديالك ويخليك في لياقه بدنيه ناضيه. دابا كنت باغي تبدا بالحبل، شنو هو احسن حاجه ممكن تبدا بها حيت ساهل ورخيص وتقدر ديرو في دار ومع الوقت كيتطور فيه؟ دابا غادي نعطيكم الشرح ديال الانواع ديال البين ديال الحبل. اول حاجه القفزه العاديه، النمط خفيف بجوج رجلين وكيخليك مركز على الايقاع ديالك. ثاني حاجه القفزه رجل برجل بحال اللي كتجري في بلاصه، وهذا رجل مره رجل. هادشي كيعطيك واحد السرعه في التوازن وكتزيد تطلع في السيبيليتي ديالك، كتبقى انك تقد تحرك والدماغ تتناسق ما بين الرجلين والدماغ. وهذا التمرين كيطلع الكارديو وكيخدم حتى لي زاب. كاين عاوتاني الحبل كيدوز جوج مرات في القفزه واحده، هادشي شويه صعيب ولكن قويه بزاف وكتحس بالمستوى ديالك مرتفع في الكارديو. دابا نصائح صغيره الا كنتي باغي تبدا، ما تبداش بزاف، غير 5 دقائق 3 ديال الدقائق كافيه في الاول. من بعد زيد شويه بشويه، خدم الايقاع. وافضل استراتيجيه هي ديال الملاكمين، 3 دقائق حبس دقيقه وعاود كمل. وحاول ما ديرش الاغلاط بحال تنقص بزاف ولا تشد الحبل بقوه حيت ما غاديش تمشي في الريتم، ولا تبدا مده طويله من الاول. خليك ديما غادي تدريجي والتزم به كل نهار وغادي تشوف الجسم ديالك تيتبع. وتهلاو حتى الفيديو